القضاء؟ انا ليا تجربه مع الدوله في موضوع زينه، بس انا مش شايفه ان القضاء هو المشكله خالص. ان المشكله كلها ان الدوله ما عملتش التشريع اللي يديني حقي او يدي يعني مش ليا لوحدي. ملوش، لا مش موضوع دستور، ملوش علاقه بالدستور. هو موضوع قانون اتعمل اصلا غلط. موضوع قانون اتعمل بقاله 16 سنه، المفروض النهارده يتغير. احنا الطفل اللي من 16 سنه مش زي الطفل بتاع النهارده. انت قانون معمول بقاله 16 سنه، انت ازاي لغايه دلوقتي بتطبقيه؟ وبتطبقيه على مين؟ انت جايبه الجيل من 16 سنه زي الجيل بتاع النهارده، وبالذات ان هو ما اثبتش نجاحه. القانون ما اثبتش نجاحه عندنا في مصر، يبقى لازم يتغير. فانا شايفه ان القانون ده الدولة ما رجعتش حق بنتك. لا، انا شايفه ان الدوله طبعا ما رجعتش حق بنتي. طالبت قبل كده، انا بقالي سنه عماله طالب ان القانون يتغير. وبعدين صرف النظر عن اني انا اللي طالبت، انت عندك قضاء قال كلمته، انت عندك قاضي خرج قال انا كان نفسي ادي حكم اعدام وما عرفتش لان القانون ايدني. في اكتر من ان قاضي يطلع يعتذر، تاني مفيش اكتر من كده. في اكتر من ان قاضي من كام يوم الاربعاء اللي فات طلع يحكم في قضيه طفل، في قضيه تانية مش تحرش هقول ولا فصال، دي قضيه طفل عاديه كان تعبان ومحتاج ان هو ليه علاج معين عن طريق تامين صحي او حاجات زي كده. الولد ما كملش 5 سنين، فقال لك لا انتوا عيدوا بقى شوفوا قانون الطفل ده ايه موضوعه، لان انا مش عارف احكم. فقانون الطفل ده كله شامل كده عايز يتغير. فانا مش شايفه ان قانون الطفل ده بصراحه ينفع خالص. وان انت تبقي بنتك راحت منك وفي نفس الوقت كمان مش عارفه تاخدي حقك، فانت بتزودي عليا بدل الكارثه كارثتين، يبقى ده مش حق وعمره ما. راحت بشكل مش ده غير ان هي راحت بطريقه فوق البشعه ومفيش حد بيقدر ده. يعني حتى التقدير انا ما شفتش ان ده حد قدره. في ربنا. فانا في ربنا طبعا هيدينا حقها. بس هو لو هي كانت راحت قضاء وقدر وقعت لوحدها كنا هنقول ده قضاء وقدر ونحتسبها والحمد لله. بس انت جايه في حد رمى، حد شال وحدث. فنفسي اي واحد مسؤول كده من اللي بيعملوا التشريع ما يتخيلش ابنه، عشان هم الظاهر يعني موضوع ابنك دي بتزعل. يتخيل نفسه اللي هو اللي بيتشال وبيترمي كان يحلم كده بالموقف كان هيمر عليه ازاي. فيتخيل نفسه ان هو اللي بيتشال، ناس بتشيله وبترميه، فما بالك دي طفله 5 سنين.